يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. تعالوا النهاردة بقى نعمل اكتر حاجة احنا بنحبها. يعني كده لما بنكون خارجين برا البيت ونسأل ولادنا عايزين تاكلوا ايه يا ولاد، فاول حاجة بنسمعها عايزين ناكل فراخ كنتاكي. فالنهاردة هنعملها في البيت بكل سهولة، وهقولك على كل التريكات والاسرار اللي تطلع لك الفراخ معاكي مقرمشة واجدع من فراخ كنتاكي 100 مرة. وبجد طريقتها سهلة فراخ جدا وبسيطة. مستوية جدا. سمعتولي بقى شوفي القرمشة؟ شايفين بصوا القرمشة. شكلها؟ امم خطيرة. خطيرة، طعمها هايل جدا صوص كاتشب بجد، بقى. طعمها تحفة، موفرة، وكمان انت ضامنة ان انت عاملة حاجة بايديكي وضامنة جودتها ونظافتها. يلا بقى نصلي على الرسول ونسمي الله. وتعالوا بقى هاتولي فراخ. يعني انت ممكن يكون عندك فرخة كاملة فهتقطعيها، انا هنا استخدمت اوراق كاملة وقطعت الورك كده ل3. تمام، همسك بقى سكينة كده تكون حامية، وهمسك كده الأوراق وهبتدي الدبابيس، وهبتدي كده ان انا اعمل لها فتحات بالشكل ده علشان التتبيلة بتاعتنا تتغلغل جواها، واللحم معانا كله يتبل ويطلع كده طري ومظبوط. بالسكينة كده نبتدي نعمل فتحات بكل سهولة. شايفين؟ نعمل بقى كده في الوراك بتاعتنا كلها. ولو عندك فرخة زي ما قلتلك تقدري بقى تقطعيها كده وتعملي برضو فيها فتحات بالشكل ده. ويلا بينا هنعمل بقى التتبيلة. انا جبت بولة كبيرة ونزلت كده بمج كبير من المية، عليه معلقة كبيرة من التوم البودر، ومعلقة زيها من بصل البودر، وكمان زيها معلقة من البابريكا، وتقدري تضيفي شطة، ونص معلقة كده من الكركم، وكمان نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من الملح، معلقة ونص كده. تمام، ومعايا كمان توابل فراخ. توابل الفراخ بتتباع عند كل العطارين. أنا حطيت كده معلقتين كبار، وكمان هضيف نص معلقة كده من الشطة، ونقلب بقى الخلطة الجميلة بتاعتنا كده لحد لما الملح والتوابل بتاعتنا كلها تدوب كده وتمتزج مع بعضيها. وبعد كده هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونحطها في قلب التتبيلة اللي احنا عملناها. المية كانت مية عادية خالص من الحنفية، يعني مش مية ساقعة ولا هي مية سخنة. وطبعا الفراخ بتاعتنا احنا غسلناها غسلة نظيفة جدا ومتصفية. طبعا الخطوة دي انتوا عارفين ان احنا بنعملها قبل ما نشتغل في الفراخ ونعمل بيها الاكل بتاعنا. نغطي بقى البولة بتاعتنا وهحطها في التلاجة. انا عملتها من بالليل، هستخدمها بقى واشتغل فيها تاني يوم. يعني قعديها 12 ساعة في التتبيلة دي علشان تاخدي افضل نتيجة. شايفين شكل الفراخ بتاعتنا عملت ازاي؟ اتشربت بقى كده من التتبيلة وبقت طبعا طرية. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما اللحم والأنسجة بتاعتنا كده تطرى وتتشبع من قلب التتبيلة وتديكي أفضل نتيجة. يلا بقى نعمل الخلطة الجافة بتاعتنا اللي هنعمل فيها الفراخ البروستد بتاعنا. انا هنا جبت نص كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق، وهبتدي كده ان انا اتبله بنفس التوابل اللي انا حطيتها للفراخ بتاعتنا: ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم، شطة. ونقلب بقى الخليط بتاعنا الجاف ده، ونجيب بقى الفراخ كده، وجنب مننا بولة تانية فيها مية ساقعة بمكعبات تلج. ودي خطوات مهمة جدا علشان تطلعي بأفضل نتيجة زي المحلات. وعايزة أقولك إن هي هتطلع أحلى من المحلات مليون المرات، يعني أو ملايين المرات. بجد لو جربتي الطريقة دي هتدمنيها، وهتعرفي إن هي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وهتبقى دي طريقتك المفضلة طول الوقت بتعملي فراخ كنتاكي للبيت، مش هتجيبيها من بره تاني. نبتدي بقى ان احنا نخلط كده الفراخ بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا شفتوها كده في قلب الدقيق، ونطلعها ننفضها كده ما بين ايدينا تنفيضة بسيطة، ننزلها في المية اللي متلجة، ونرجع نحطها في الدقيق تاني. شايفين؟ ركزوا كده في الخطوات اللي انا بعملها دي خطوات مهمة جدا. نرجع بقى نكرر نفس الخطوة بايدينا ال10 بصوابع ايدينا كده. بنبتدي ان احنا نغربل الفراخ بتاعتنا بالدقيق، يعني مش بنمسكها ونفضل نبططها كده ونفضل نبدرها بايدينا زي ما بنعمل مثلا السمك، لا خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قد كده 15 مرة واحنا بنلفها ما بين ايدينا عشان تدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟
هو ده الشكل اللي انا عايزاه. التعريجات اللي في قلب قطعة الفراخ هو ده الشكل. شايفين؟ زي ما قلتلك تلفيها كده ما بين ايديكي بتاع 15 مرة. شايفة؟ ما بين صوابع ايديكي ال10، ايديكي الاتنين، اشتغلي بايديكي. شايفة هو بقى ده الشكل اللي لما تيجي تحمريه هيطلع لك بقى بالمنظر التحفة الرهيب اللي ياخد العقل ده. نبدر كده الكام قطعة اللي احنا عملناهم ونحطهم في كده في طبق جنب مننا او صينية جنب مننا علشان نبتدي نحمر على طول. تعالي بقى للخطوة التانية المهمة جدا، ان احنا بنجيب حلة صغيرة ونحط فيها زيت علشان خاطر تضمني ان الفراخ بتاعتك كلها تتغمر في قلب الزيت وتستوي كويس جدا. انا الزيت بتاعي هنا سخن كويس قوي، فابتدي بنزل بقى بالفراخ. شايفين الزيت غطى الفراخ خالص، غطاها خالص. وبعد 5 دقايق ببتدي ان انا اهدي النار واسيبها تستوي براحتها علشان خاطر الفراخ بتاعتي تستوي من جوه. بصوا لي بقى القرمشه، سامعين الصوت؟ يا نهار ابيض، ياخد العقل كده. انتي طلعتي فراخ كنتاكي 100%. شايفين شكلها؟ لونها جولد جدا، الفراخ بقى مستويه من جوه وكريسبي من بره. يا نهار ابيض، رهيبه. طبعا انا عملت بقى الكميه كلها بنفس الخطوات اللي انتوا شفتوها، ودي الكميه بتاعت الفراخ. شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر، طلعت لي كميه كبيره. من يعني عايزه اقول لكم انا كنت جايبه 2 كيلو من الاوراق. شايفين؟ كمية كبيرة جدا ما شاء الله. حمر ده بقى جنب منهم بطاطس، وكمان بقى الكاتشب والكايزر. بصوا شغل محلات فاخر من الاخر. شايفين مقرمشة ازاي؟ شايفين لحم من جوه ابيض وطري، وبجد طعمها تحفة جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده للتشجيع، عشان كومنتاتكم بتشجعني اصور فيديوهات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامة.